اهلا ومرحبا بكم معايا في مطبخ شهيوات ام جيهان. اليوم ان شاء الله كيف تشوفوا غادي نحضر واحد الخبيزات معمرين بالكفته وبالبصله يعني والفلفلات ملونين. كنحتاجوا على بركه الله عندنا هنا 400 غرام ديال الكفته، عندنا هنا جوج بصلات كبار مشلضين رقاق، عندنا هنا 150 غرام ديال الفرماج احمر، عندنا فلفله صفراء وفلفله حمراء، عندنا هنا 2 معالق كبار ديال المعدنوس و2 معالق كبار ديال الزيتون اخضر مقطع الى شرائح، عندنا زيت زيتون باش نشحروا هاد العناصر هادو، وعندنا شويه القزبور يابس، عندنا شويه ديال الفلفله حمراء حلوه اولا التحميره، عندنا شويه ديال البزار، شويه ديال الكمون وشويه الهريسه اختياريه، وعندنا هنا راس ديال الثومه. نمشيو على بركه الله، غادي نشحروا شويه البصله مع الفلفله ونتلاقاو. هنا وضعنا زيت الزيتون، غنضيفوا عليها البصله نخليوها تنزل واحد شويه، ومن بعد نضيفوا عليها الفلفله بالالوان يعني الفلفله الحمراء والخضراء ينزلوا لينا مزيان. ملي تنزل لينا البصله شويه غادي نضيفوا عليها الفلفله بالالوان، نحركوا مزيان ونخليو هاد الفلفله يطيحوا مزيان، لانها الفلفله هذه الفلفله الحمراء ولا الصفراء كتاخذ الطياب شويه، فنعطيوها حقها مزيان كثير باش ما تبقاش واقفه، يعني ما تبقاش قاصحه لينا في الطياب ديالنا. هنا بعد ما نزلات البصله والفلفله غادي نضيف هاد الكفته وغادي نحركها مزيان. دابا غادي نضيف هاد العطريه والهريسه ونحرك مزيان حتى تنسجم لينا العناصر كامله. نضيفوا المعدنوس ونضيفوا الزيتون نحركوا الكل. حتى تنشف لينا هذيك لاصوص اللي عندنا شويه، ما تنشفش خلاص لان حنا بدنا نديرهم دابا غير في الكريسات اولا في البطيبطات، ما محتاجينش تنشف لينا هاد لاصوص. فهاد لاصوص هي اللي تطلق لينا واحد المرق في الخبيزات، لان هاد الخبيزات هما سخان ماشي يعني الحشوه سخونه، فتنحتاجوا لهاد المريقه اللي تتشوفوا معايا هنا نحتاجوا ليها. هنا من بعد ما طبت لينا هاد الكفته مع الفلفله والبصله غادي نضيف هاد الفرماج هذا ونخلط هاد الشيء كله. صافي نجيب الخبيزات ديالي. انا عندي هنا خبيزات دايرين فتحتهم ديجا قبل، تيجيو هادو خبيزات بالقمح الكامل ودرتهم هنا مربعين كيف تلاحظوا معايا. فغادي نعمرهم ان شاء الله ونتلاقاو في الشكل النهائي. الشكل النهائي ديال البطبوط ديالنا اليوم معمر بالفلفله والفرماج والبصله وبالزيتون، وتنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تعملوا على الحلقه اليوم جيم وتبارطاجوا الحلقه بالاصدقاء والاحباب ديالكم لتعموا الفائده. وشكرا، دمتم سالمين، الى اللقاء.